السلام عليكم. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل حلة محشي ورق عنب بشرايح اللحمة. حاجة كده اساسية في سفرة رمضان، اي عزومة هتلاقيها موجودة. طعمها حكاية. يلا بينا نقول بسم الله وهندخل على الطريقة. الاول عندنا هنجيب قطعة اللحمة بتاعتنا وهنقطعها شرايح زي ما حضرتك شايفة، لا هي تخينة ولا هي رفيعة. احنا مش هنعتمد قطعة لحمة معينة، المهم ان هي تتقطع زي شرايح الستيك وما يكونش جواها دهون كتير. بعد كده هنجيب الخضار بتاعنا، هنجيب قرن فلفل رومي وهنقطعه شرايح، وهنجيب طماطماية وهنقطعها شرايح حلقات كده زي ما حضرتك شايفة. نفس الكلام بصلاية وهنقطعها حلقات. بعد كده هنجيب الطاسة بتاعتنا اللي هنشوح فيها اللحمة وهنديها معلقة من الزيت، وهننزل بشرايح اللحمة اللي احنا قطعناها. بعد كده هننزل بفصين من الحبهان. واهم حاجة الدهن بتاعنا مش هنرميه، يعني هننزل بيه في اللحمة، ده هيطعم اللحمة وهيدي ريحة كده للحلة خطيرة. هننزل بفصين من الحبهان وورق اللوري، وبعدين كبابة صيني وحبتين مستكة. وبعد كده هنديها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. واول لما الوش بتاعنا ياخد لون كده وتتشوح هنقلبها على الوش التاني. بعد كده هننزل بالخضار اللي احنا قطعناه حلقات، ننزل بالبصل وبعد كده الطماطم والفلفل الرومي، ونديهم تقليبة كله كده يدخل في السوا مع بعضه. وأول لما اللحمة بتاعتنا تتشوح وتاخد الوش اللي احنا عايزينه هنشيلها وهنركنها على جنب دلوقتي. بعد كده هنجيب الحلة بتاعتنا اللي هنعمل فيها التسبيكة، هننزل بمعلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت، وهنجيب بصلاية هنفرمها وهننزل بيها في قلب الحلة. أول لما البصلاية بتاعتنا تدبل كده وتاخد اللون اللي حضرتك شايفاه هننزل بنص لتر من عصير الطماطم، وهنعلي عليها النار ونسيبها تتسبك. بعد كده هننزل بالبهارات، هننزل بمعلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود ورشة من الكمون. وأول لما هتتسبك معانا عند الدرجة اللي حضرتك شايفاها كده والمية بتاعتها كلها تكون نشفت، نطفي عليها النار ونسيبها تبرد. وبعد كده هنجيب كوبايتين من الرز المصري اللي احنا غسلناهم ونقعناهم كويس وبعد كده صفيناهم وهننزل بيهم على الرز. هنجيب بقى ربطة من الكزبرة وربطة من البقدونس وربطة من الشبت، وهنفرمهم زي ما حضرتك شايفاه، وهننزل على الرز اللي احنا نزلنا بيه على التسبيكة. وبعد كده مكعبين من الزبدة ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ورشة من السبع بهارات، وهنديها معلقة بقى من الزيت علشان تديها اللمعة اللي احنا عايزينها. بعد كده بقى هنجيب ورق العنب بتاعنا. بصي حضرتك، الناحية اللي بيبقى فيها العروق بتاعتها بارزة قوي دي الناحية اللي احنا هنلف عليها. هنحط كده الرز وهنفرده زي ما انت شايفة، وبعد كده هنقفلها كده كأنك بتقفلي ظرف بالظبط. يعني هي الطريقة بسيطة بس عايزة ممارسة. وهتبرميها كويس قوي، اهم حاجة ان انت تكوني يعني بتلفيها وكتمها كويس بحيث ان الرز ما يخرجش منها. نجرب واحدة كمان، هنقفلها زي الظرف كده، نحط الرز من اخر الورقة وهنروح برمين عليها زي ما حضرتك شايفة. هي الطريقة بسيطة بس هي عايزة ايدك تاخد عليها. بعد كده هنجيب الحلة بتاعتنا بقى وهنرص فيها شرايح من البصل وشرايح من الطماطم وشرايح من الفلفل الرومي. بعد كده بقى هنديها رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ورشة من السبع بهارات، وهنرص اللحمة بتاعتنا اللي احنا شوحناها. ومش هنسيب أي حاجة، هننزل بالخضار بقى وبالزيت اللي في الطاسة وهنفردهم كده في الحلة زي ما انتي شايفة. بعد كده هنرص المحشي بتاعنا، يعني كل سطر عكس السطر اللي قبليه. هننزل بقى عليهم بعد ما رصينا الحلة بعصرة من الليمون، وهنقطع شرايح ليمون وهنحطها على الوش، وهننزل بمعلقتين من القشطة عشان ندلعها ومكعبين من الزبدة على الوش، ويديها رشة من الملح. وبعد كده الشوربة بتاعتنا تكون بتغلي، هننزل بالشوربة بتاعتنا وهنخليها تعلى عن آخر سطر بحوالي نص عقلة من الصباع، وهنكمرها بقى بطبق من عندنا. اول لما المحشي بتاعنا يشرب الشوربة هنشيل الطبق وهنوطي عليها وهنسيب الرز بتاعنا يستوي 5 دقايق، من 5 ل10 دقايق، وهتكون حلة المحشي جاهزة بقى على الاكل. بص يا باشا، اللحمة دايبة وحكاية. صباع المحشي ده كان حكاية فعلا. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش تقولولي رأيكم، وكل سنة وانتم طيبين وشكرا.